به عن أبناء الشعب سلوكا ومظهرا. كان شديد الحرص على أن نتعلم ونمارس حياتنا ببساطة اليمني المعتاد عن التصرف بمسؤولية وحكمة وهدوء، رافضا أن يسمع منا أي تصرف يسيء لأي إنسان كائنا من كان. لذلك عاش أبناؤه كل شبابهم بعيدين عن الأضواء والظهور والزخرف بالسلطة والجاه والنفوذ. لقد تعلمت من والدي معنى الصبر والحكمة والوفاء والإيمان بالمبادئ والثبات والصمود من أجل نيل الأمان وتحقيق الأمل وقهر المستحيل. كان بالنسبة لنا مثلا الأب والصديق ورجل المسؤولية التي وهب نفسه لها حبا لليمن ووفاء لقسمه الدستوري وقناعته بالواجب الوطني الذي ظل يحمله على كاهله طوال فترة نضاله، ثائرا ورئيسا وزعيما. كان علي عبد الله صالح والدي، نعم، لكنه كان أبا لليمنيين ولليمن، أبا للمؤسسة العسكرية والأمنية، أبا للحوار والديمقراطية. أتاح لي فرصة شرف واجب بناء الحرس الجمهوري برؤية وطنية بعيدا عن الرؤى الضيقة والتوجيهات الحزبية. فكان الحرس الجمهوري وبشهادة الجميع نموذجا للجيش الذي يصون الوطن وإنجازاته ويقف حاميا لمقدراته ومكتسباته في النظام الجمهوري والديمقراطية والوحدة. اليوم أودع والدي ومع الملايين الأوفياء بحزن عميق وبمشاعر فخر بسيرته العطرة في قيادة بلاده وكوالد مملوء بالحب والحنان. أودع والدي وهناك من لا يزال من رفاقه ومن أسرته مفقودين أو طالتهم يد البطش الفاشية، معاهدا الله واليمنيين أننا سنكون معكم في خندق واحد دفاعا عن النظام الجمهوري ومكتسباته الخالدة. أعهدكم ومعي كل الشرفاء أننا ومن وسط الجراح سنعتلي صهوة الجياد لنواجه ببسالة الرجال المؤمنين بمبادئهم أعداء الوطن والإنسانية الذين يحاولون طمس هويته وهدم مكتسباته وإذلال اليمن واليمنيين وطمس تاريخهم المشرق والضارب في أعماق التاريخ بترويج الخديعة والخرافات والأفكار الضالة والمشبعة بالوهم والخديعة. أرثي والدي نيابة عن أسرتي وكل اليمنيين ونجدد الوفاء له معاهدين الله والوطن أن نظل أوفياء لمبادئه التي استشهد وهو حاملا بندقيته يقاتل من أجلها دفاعا عن كرامة شعبه واليمن الذي أحبها. استشهد والدي في منزله وهو حاملا سلاحه ومعه رفاقه، ومثلما كان قويا في حياته كان كذلك وهو يلقي الله شهيدا على يد أعداء الله والوطن والدين. لا يسعني في الأخير إلا أن أرفع آيات الشكر والامتنان والعرفان لكل من تواصل معي وبعث برقيات ورسائل العزاء، لكني أجدد لكم يا أبناء اليمن العظيم أن الوفاء لعلي عبد الله صالح يقتضي منا الوفاء والتكاتف من أجل صنع غد أفضل يعيد للجمهورية اليمنية بهاءها ولليمن كبرياءه وللتعايش دولة تحميه وتصونه. وإني أعزي نفسي وأعزيكم أجدها فرصة لأؤكد لكم أن على الدرب ماضون حاملين نفس رايته التي استشهد البطل الخالد من أجلها. وأدعو الجميع للتكاتف والتآزر للتصدي لهذه المخاطر وإبعادها عن وطننا بيد واحدة وإرادة صلبة لاستكمال مسيرة الخالد أبدا الشهيد البطل الزعيم علي عبد الله صالح، واثقا أن الله ناصرنا وأن الله غالبا على أمره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد علي عبد الله صالح.